إذا فقد تصدر طلاق الممثلة الإسبانية هبة بوك من نجم كرة القدم المغربية أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية عناوين الصحف وورود أنباء عن تقديم. فقد اتهمت المرأة حكيمي بأنه اعتدى عليها جريمة اغتصاب بينما كانت الممثلة الشهيرة بعيدة عن مع أطفالها، وأعلنت عقب ذلك عن انفصال عن حكيمي مطالبة بنصف ثروته، أي أن هبة بوك موقفتش مع رجال بهذه المحنة بمجرد أنها ما عرفت بأن السيدة رفعت دعوى اغتصاب على حكيمي سرعت إجراءات الطلاق. ولكن الصدمة إمتى غتكون؟ المفاجأة من عيار الثقيل كانت عندما علمت هبة بوك أنه ليس لدى زوجها السابق أي أشرف حكيمي أي حاجة باسمه. ووفق تفاصيل جديدة كشفتها مجلة فيرست مارك الفرنسية مؤخرا ونقلتها موقع ماركا بالإنجليزية، إذا فقد قالت أن المستفيد الوحيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى هذا الشيء منذ سنوات، أي أن منذ سنوات حكيمي اكتب كل شيء بسمية الأم ديالو، أي أن جميع ما يملك في المصاريف بسمية الوالدة ديالو. وعلى الرغم من ذلك فإن الأخبار طرت ضجة في إسبانيا وفرنسا وكذلك في المغرب، فإنه من المعروف أيضا أن هبة بوك ليست في وضع زعما لا بأس عليها زعما كفنانة وعندها حتى هي فلوسها وعندها الثروة ديالها، ولكن القضاء الفرنسي كيعطي النصف ديال الثروة للمرأة. إلا طلق الراجل المرأة كيعطيها نصف الثروة ديالها، ولكن مع الذكاء ديال حكيمي اسم على مسمى تبارك الله عليه الاسد المغربي ما عطاهاش فرصه باش تاخذ ليه النص ديال الثروه ديالو، سبقها وكتب داكشي كاع بسميت الام ديالو. تبارك الله على الاسد ديالنا وما شاء الله عليه، كله يشوف من حال دوك الوليدات.